نجم ديجون الفرنسي يعرض خدماته على بيتكوفيتش. الجزائري غايتان بخوش يوقع أول عقد احترافي مع تولوز. حاج موسى لتعويض رحيل دي ماريا. كشف اللاعب الفرانكو جزائري ريان سويسي عن رغبته الكبيرة في حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري مستقبلاً. وقال ريان سويسي في تصريحات لموقع النهار: حالياً أنا هنا في عطلة، وبعد ذلك سنرى ما يخفيه القدر. وأضاف: أريد اللعب في المنتخب، إنه فخر كبير أن تلعب مع المنتخب مع نجوم كبار كرياض محرز. وينشط صاحب 26 سنة سويسي في منصب مدافع محوري ووسط ميدان استرجاع. أعلن نادي تولوز الفرنسي رسمياً عن توقيع أول عقد احترافي للاعبه صاحب الأصول الجزائرية غايتان بخوش. وأصدر نادي تولوز بياناً عبر الصفحة الرسمية على تويتر يتمنى للاعب غايتان بخوش التوفيق. وقد قدم غايتان بخوش مستويات رائعة رفقة رديف نادي تولوز، مما جعل إدارة الفريق توقع معه عقداً احترافي. كشفت تقارير إعلامية هولندية اليوم الخميس أن نادي بنفيكا اتخذ الخطوة الأولى من أجل التقرب من الدولي الجزائري أنيس حاج موسى. وحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني المختص في نقل الأخبار المتعلقة بنادي فينورد الهولندي، فإن القلعة البرتغالية ترى في الجناح الجزائري لاعباً قادراً على تعزيز صفوف الفريق، وقد بدأت بالفعل في إجراء محادثات مع اللاعب. ووفق ذات المصدر، فإن إدارة ناديه الحالي فينورد الهولندي على علم بهذا التطور من جانب بنفيكا، وتتوقع تلقي عرض رسمي قريبا. وأضاف المصدر أن بنفيكا يعتبر حاج موسى هو البديل الأمثل للنجم الأرجنتيني دي ماريا، الذي أعلن سابقا رحيله عقب بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان حاج موسى قد انضم لفينورد في صيف 2024 قادما من نادي بيترو أيسدن البلجيكي مقابل 3,500,000 يورو. وقد تطور أداؤه بشكل ملحوظ خلال موسمه الأول مع فينورد، وسجل المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 سنة 11 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات. ويملك عقداً مع النادي الهولندي حتى منتصف عام 2029، وتقدر قيمته التسويقية بحوالي 14 مليون يورو بحسب آخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص.